لا هذاك الاشكال ديالو واش غيتجمع النصاب القانوني ولا لا. بعض المنخرطين بداو كيبارطاجيو انهم لا ما راضيينش وهذا. فالتحدي الاول اليوم مع 6 واش غيتجمع النصاب القانوني ابخي غتكون اللائحه ديال هذه الهاله. ما المنتظر في هذا الجمع هذا اللي كاين اليوم سي محمد الروحلي؟ المفروض ان تخرج الرجاء اكثر تماسك من هذا الموعد القانوني اللي كينتظرها. انا تبعت كذلك الجدل اللي كان حول تقديم لوائح اخرى، تقديم بعض الاسماء، رهانات على مستوى عودة بعض الأسماء اللي كانت عندها تجربة على مستوى التسيير، بزاف ديال الأشياء اللي أحيطت بهذا الملف ديال الجمع العام. الجمع العام اللي المفروض أن الرجوين ينجحوه لأنه محطة أساسية في إطار هيكلة النادي وتماسكه كذلك، وشعور بوحدة العائلة ديال فريق الرجاء. فريق الرجاء كان متألق الموسم الماضي، المفروض أنه يبقى وصل المسار، خصوصا أنه كيلعب على واجهة إفريقية اللي الجمهور ديالو والمحبين ديالو والعشاق ديالو انه يتمناو يشوفوا النسخه ديال اللي كانت توجته كبطل ديال العصبه ولعب كاس العالم للانديه وكان متالق. وبالتالي الخيار الوحيد الان هو اللائحه واحده ديال الهاله اللي من بعد كان رئيس مؤقت خلف اللي كان نائب ثاني الرئيس بعدا بطبيعه الحال، وتلقائيا اصبح هو الرئيس. تمنوا يكون ترسيمه كرئيس فعلي ومنتخب في اطار جمع عام بلائحة اللي معروفة في الأسماء ديالها. فالكلمة العائلة الرجاوية اللي خصها تحسن طبعا هادشي اللي غيبان. صحيح بأن طرحت مجموعة الملاحظات اللي خصها يتم أخذها بعين الاعتبار أثناء الجمع العام ومناقشتها بصراحة. الرجاء محتاجة. ثانيا هناك تعطاء ضمانات حول القدرة تسير نادي كبير كالرجاء في هذه المرحلة هذه على المستوى لليتيج، على المستوى التدبير المالي، خصوصا التدبير التقني في حقه. في كاين واحد التكاتف على المستوى الاداره ديال فريق الرجاء، الحضور ديال الاسماء اللي ارتبطت بفريق الرجاء كلاعبين كاطر، ولكن على المستوى المالي كاين اشكال كبير. وكذلك ان خاص الرئيس الجديد اللي يمكن يتنتخب وكان قلنا كاين لائحه وحده انه يفتح هذه الافاق حول الطموحات ديال الفريق حول امكانيه تحقيق الوعود اللي المفروض انها تتحقق. وبالتالي قلت بان نتمنى انا شخصيا ان الرجاء تخرج موحده كعائله اللي عطات دائما مثال على التماسك ديالها. هادو اراء باختصار طبعا بانتظارنا يبان الجمع عام. اضافه جمال السطيفي في هذه النقطه، ما المنتظر او جمع عام سيدو نفسه في الاخر هو اللي غيبين شنو كاين؟ لا كاين لائحه وحده، كاين لائحه وحده هي ديال هذه الهاله اللي هو الرئيس الحالي ديال فريق الرجاء. شنو هي الانتظارات واضحه بالنسبه لفريق الرجاء. اولا ان الفريق يوجد توازن المالي. اول حاجه هو رفع المنع بدل اللي موجود حاليا باش ان الفريق يتمكن اولا من انه يستافد من اللاعبين اللي وقع معهم عقود. يعني هذه عمليه عاجله جدا، يعني انه رفع المنع المتعلق يعني بفريق الرجاء. ما ننساوش المبلغ يعني كبير جدا بالنسبه لفريق الرجاء. كاينه كنظن محاولات مع مجموعه من اللاعبين باش يتوصلوا معهم يعني بعض اللاعبين رفضوا كتسويه، لان كاين لاعبين كاين اللي تنازل على جزء من المستحقات بحال متولي حميد حداد، وكاين لاعبين كيطالبوا بالمستحقات ديالهم كامله. كل واحد يعني الوضعيه ديالو ديما الجمهور كيدخل في هذا الشيء هذا. يسمح كل واحد بس اسمح لي في هذه النقطه مثلا نعطيك مثال. كاين بعض اللاعبين اللي كتجيني عيب يطلب منهم الجمهور ينقصوا. نعطيك انا مثلا عبد الاله الحفيظي مثلا ديك التضحيات اللي دار في الرجاء مده 13 عام باصابات اللي تبعثها في الرجاء، في التاثير الكبير ديالو، في الثمن ماشي هو اكبر ثمن بارابور لي زوطر. انا كنظن ان انا ما كنقرا كومونتير ديال واحد في الرجاء يقول خصنا ينقص لنا النص وكنظن فايت ليه نقص ديجا سمح قبل هذه كتجي بعض الحالات ما كتدخلش في لا هو كاين واحد النوع حتى من شنو كيوقع بالنسبه للاعب العلاقات اللاعبين بالانديه، وانه في بعض المرات كيكون لاعب هو كيتصل بك ما كتجاوبوش، كيبغي يحل ما كيلقاش. كاين لاعب اللي كنطالب غير الموسم اللي يلعب غير موسم ما كتجاوبوش كيولي واخد العقد ديالو كاملا. مثلا كان طالب على السنه كيولي واخد 3 سنين العقد كاملا، وهذه راه وقعت اكثر من حاله. يعني بعض المرات اللاعبين ما خصك تسد عليهم الابواب، تواصل معهم، تشرح لهم الوضعيه ديال الفريق. ولكن في كل الاحوال كخطوط عريضه بالنسبه لفريق الرجاء، اولا يحتاج الى رفع المنع، يعني رفع المنع يحتاج الى تدبير يعني الموارد الماليه ما غطيحش من السماء. يعني هذا هو الجانب الاول، خاص يعني رفع المنع، وخاص ايضا من بعد انه الفريق يوجد توازن المالي ديالو ايضا